بعد الحلقة أي حد حاسس إن هو الأمل ضايع عنده بقاله كتير، افتح سورة الطلاق. أنا عارفة إنه سورة الطلاق، أيوة افتحها، هتلاقي فيها 4 رسائل ربنا بيقول لك بيها إنه هو هيفرجها. ده بسم الله الرحمن الرحيم أول آية كده. آخر الآية إيه؟ ربنا بيقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فكانت بداية الآية ربنا بيقول إيه؟ بداية الآية بما معناه ربنا بيقول كمل في إجراءات الطلاق، واتقي ربنا في إجراءات الطلاق، وبعد كده لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. انت خليك على نهج ربنا ومالكش بقى دعوة اللي هيحصل، متعرفش هو هيبهرك بإيه سبحانه وتعالى. وبعديها يبدأ يتكلم برضو عن تعملوا إيه في الطلاق وإزاي تتقوا ربنا، وبعد كده يقوم قايل إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فيقول لك إيه؟ أنت كمل أهو في إجراءات الطلاق كل حاجة، واتقي ربنا فيها، وهو هيجعل لك مخرجا. الضيق اللي انت فيه ده مالكش دعوه بيه. هتروح للآية اللي بعدها ربنا بيتكلم على الإنفاق، فبيقول إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. بمعنى إيه؟ يعني ربنا بيقول للغني أنفق بقى على ولادك وعلى مراتك بالفلوس اللي معاك عشان انت غني، والفقير على اللي ربنا اداهولك ايه وقادر تعمله اعمله. عشان كده لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وبعد كده بيقول لك مش انت في عسر، انا هطلعك منه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهنا ربنا قال لك رسالتين، هو مع العسر في يسر وبعد العسر في يسر. هتكمل كمان في الآيات هتلاقي إنه كمان بيقول لك بما معناه إن اللي بيتقي ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيجعل له من كل أموره تيسير، وكمان بيكفر عنه ذنوبه.